اليوم فطورنا راح يكون في السهلة مع عائلة متذوقة للحب والطبخ، توارثوا هواية الطبخ ابتداء من اليدة وانتهاء بالحفيدة. خلونا نتعرف على عائلة الشيف أم جنى. سلام. أهلاً، شلونك؟ حيا الله من جانا. الله يحييك. حياش حيا الله من جانا. الله يحييك. واخيرا شفناش. هيا عليك. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليكي تبارك. حبيبة قلبي شرفتيني. الشرف لنا والله. عفينا على الجماعة الطيبة اللي ويانا. الوالدة هدى المحروس والنعم. وزوجي حسن نويس والوالد محمد صفار. آلاء الصفار شيف بحرينية. حسن زوج آلاء موظف في القطاع المصرفي ويحب السفر والسيارات. محمد الصفار والد آلاء يحب اللمة والأشياء الشعبية. هدى المحروس والدة آلاء وهي المعلم والملهم الأول لآلاء في مجال الطبخ. ما شلون تجهيزات رمضان؟ والله الحمد لله. مغربلتك ولا؟ عادي يعني هي عادي. شيف أحس متطلباتها حق رمضان مختلفة. لا احنا مجهزين نفسنا الى هذا الوقت، يعني دائما يحاتونا كل سنة. كل سنه يحاتونا. وضعنا يعني يكون في طورق. اي طورق. وشغف الطبخ وتعلمت الطبخ منك خالتي؟ اي كانت صغيره وكنت اخليها تشارك في الطبخ. وتساعدينا في الوصفات او الاطباق اللي هي تسويها؟ اي احنا يعني اخذ رايها في بعض الامور، تاخذ رأيي. يعني لان يعني هي تبقى لنا ليها اوريدي على قولتنا باع طويل في هذا المجال. وما شاء الله امي كان عندها للحين موجوده مكتبه كامله كلها كتب طبخ. ما شاء الله. من ايام اول اتذكر واحنا صغار تطلبهم بالبريد. تطلب من اوروبا من كل مكان وتطبق لنا في البيت ونجرب وحال كنا صغار اتذكر في الروضه وابتدائي وكل يوم طبق جديد، فعشنا على الاطباق الاجنبيه اكثر من التقليديه في البيت. فدائما رمضان تحبون تبدعون في الاطباق. رمضان وغير والايام رمضان. يعني ما عندنا ان كل يوم مكبوس صالونه، لا. والشباب تجهيزاتكم حق رمضان ولا بس معتمدين على؟ انا المشتريات. طبعا واحنا ما بعد الطبخ نساعدها نخلص الاطباق. متحمسه اشوف شنو طبختي لنا اليوم. اليوم ما بروح المطبخ، اليوم مطبخنا غير، مطبخنا برا. الاجواء حلوه وحرام نقضي الوقت داخل المطبخ. لا عيال خلينا نروح. يلا. سويت لكم اطباق مختلفه، هذا الجزء ترى اللي داخل بعد غير، بتشوفينه بعدين. عندنا هني سباجيتي بولونيز. أوكي. واوديكم المطبخ الايطالي حلو. وبعدين اوديكم الفلسطيني الاردني المسخن. المسخن. وهني البحريني طبعا لحم مشوي وعيش وهريس وحركات. الحين بنروح على واحد واحد. وهني عندي الزيت، سويت لكم كبة شمندر. ودائما الزيت يكون لازم كلش ساخن اذا بتسوين الكبة عشان تستوي كامله مره واحده، عشان تتحمر وما تتبطل في القلي. اوكي. زين تبينا نساعدك؟ تبينا رش؟ شوفي الحين حق إيه؟ البولونيز دائما يحطون بارميزان، لكن انا احب اخلط البارميزان ويا الشيدر عشان يعطيني طعم اقوى. حق الجبن رشي اللي أرش؟ تحبين. وتحبين تنوعين في الاطباق يعني في رمضان؟ في رمضان احنا يوميا السفره مختلفه تكون، والصراحه لكن اذا يزيد نسوي ليوم ثاني. ايه عندنا نظام حفظ النعمه، وايد زين. لكن نحاول كثر ما نقدر ان تكون سفره منوعه من جميع انحاء العالم طول شهر رمضان. اشوف ما شاء الله التنوع، عندنا الايطالي وعندنا احنا هني شوي مختلفين ان التقليدي يكون شوي قليل، يعني في بيوت عندهم الثريد. أيه؟ الهريس اساسي، احنا الثريد نسويه مره في الشهر. مره يعني في رمضان بس مره ان جاء رمضان اول يوم. اول يوم هاي الاستقبال. زين خلصنا من الايطالي. بشكل عام المسخن يسوونه ويا خبز شراك او خبز صاج. ايه لكن انا احب استخدم خبز تنور، اوكي. احس يعطيني نتيجه حلوه. والمسخن مالي في فيوجن. المسخن دائما يسوونه بالسماق، ايه انا اسويه بالكركديه. اوه فطعمه بيكون شويه مختلف. احس يمكن الحموضه حلوة اكثر. فنحطه شوف شلون.
مختلفة يعني بالكركديه. بالكركديه وفيها سماق، لكن الكركديه طاغي. طاغي. اوكي. وذوب ويا الدجاج ويعطيني نكهة لذيذة. الحين بنشيل الكبة مثل ما تشوفون مقرمشة وجاهزة. زين اجيب الهريس؟ نجيب الهريس. نجهز طبقنا البحريني. الهريس عادة شلون تحبين تسوينها؟ الهريس لازم يكون لحم عربي. ايه. وأنا أحبها تكون لينة، كلش لينة، يعني مثل ما تشوفين. كنا شوربة. ايه. تتحرك. ونجي حق شنو؟ هاي ملك السفرة، شيخ السفرة. لحم مشوي ويا عيش وزعفران، لكن يعني لازم ندلعه بالحشو. زبيب. تحبين الزبيب؟ مكسرات. وقاعدة تمطر. ايه. وأجواء أوروبية في البحرين ونستمتع فيها. لا هالسنة رمضان الجو حلو. هاي طبقنا. ما شاء الله جهزت السفرة وفي تنوع وايد، تحرصون دائما على هالتنوع على هاللمة. نحاول يكون تراديشنال على انترناشنال. حلو. زين تحرصون دائما على اللمة على الفطور كلكم؟ الحمد لله في رمضان دائما كنا نكون موجودين، خصوصا الايام العاديه كل واحد مشغول في الاشغال، في مدارس الدراسه، يعني رمضان نخليه استثنائي ان الكل يكون موجود على وجبه الفطور. والاطفال لازم يكونون ويانا بعد عشان يعيشون اجواء رمضان ويتعلمون. صح. ترى اذن، يلا تفضل حياكم. اللهم لك صمت. بس للحين خالتي توا طق الجرس كنتي رايحه اي هذا الحمد لله رب العالمين، هذه العاده يعني واجد احبها صراحه. يعني جيراننا تسمع الجرس يضرب من الجيران، يعني جايبين فطور، وفي نفس الوقت احنا لازم نودي لهم تقريبا يوميا. الحين انا قبل لا اجي هنا خليت ولدي يودي لهم الفطور. الله يديم هالجيره زينه ان شاء الله يا رب. كرمكم الله، خوش فطور كانوا صراحه. حبيبتي عليكم بالعافيه. وايد حلو التنوع، ان انترناشونال كوزين صاير. شنو برنامجكم عقب الفطور؟ والله تعرفين بعد اول شيء شويه عباده وبعدين زيارات ميادس العائله. الوالده نجتمع. الله يحفظها ويخليها لكم. عمي ايش برنامجك عقب الفطور؟ طبعا في الشهر الفضيل الميزه اللي فيه ان المجالس القرآن تنفتح، اللي نحاسب لزيارتهم طول السنه وناخذ موعد ونرتب. الحين البيوت اغلبها مفتوحه حق الكل، وندخل من بيت لبيت، هذا يعني فرصه ان نزور ازيد عدد بسهوله، يعني مو مثل الايام العاديه لما تروحين لاي مكان لازم تتصلين وتاخذين موعد. الحين الحمد لله بركه الشهر الفضيل والقران المجالس كلها مفتوحه، فتصير الزيارات صلة الرحم اكثر. بالضبط، صلة الرحم الحمد لله. الحمد لله. انزين، واشوف ما شاء الله مسويت لنا اصناف مختلفه. اهم شيء خليتون بارت للسويت. اهم شيء في اكيد في بارت حق السويت. اليوم بعد السويت نوعنا لكم بين الحلويات التقليديه والحلويات العالميه. عندنا محلبيه العيش. هاي طريقه الوالده ولا وصفتك؟ لا طبعا الوالده، التقليدي صوبها الاصل هني. فمحلبيه العيش. وعندنا الخبيصه. الخبيصه نسويها بدون شكر بس بالتمر، يعني فيها تمر والدبس من التمر ومكسرات ونحمص الطحين. لذيذة. هاي الجابانيز تشيز كيك، وسويتها لكم بالفراولة. وعندنا حلاوة الشيا سويتها بشكل صحي، بعد فيها فواكه وبدون سكر، يعني كلش خفيفة. وبعد طبعا لازم فواكه. دلعناكم. أكرمكم الله، حبيبي شرفتونا، وشكرا على هالطباخ الحلو. عمري. وشكرا ان انتم ساهمتوا ويانا في توثيق السفرة البحرينية والعادات والتقاليد في رمضان. عمري. وهذه هدية مقدمة من بتلكو التابعة لمجموعة بيون، اتمنى تقبلونها. حبيبة قلبي مشكورين، ما قصرتون. أكرمكم الله.